يدا كفر يستنبي. ومما يدلك على ذلك وحكت صنايا ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات فإنهم فرع عن قربات الحق لهم. كرامات وحويان اللوانشها هي قربات كإلهي أولويهين هي كرامات كترجميان بير هي كترجميان ورضاه عنهم إلهي نراد كياه. ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحق تعالى كل الرضا لأجر الكرامات على أيدي أصحابهم. ذاتك علماء نبا كرامو ذا يلا الله بير علماء نقف كستو أهل العلماء ودين قرانا أهل كرامو نقول الله بير لكن رجعني عمل فلكا إيا دورستا إيا سلوكا إيا تقوضا علماء إنه غشا كيان إيا مراتبتا كو قارين مركا لكن قف كستما قاريو ولو لم يعملوا بعلمهم هيهات مركا إمام النووي رحمه الله تعالى أنا قانوه وعلماء الإسلام كإسكوا وافقين جلال ديسا إسكوا وافقين إمام كلي السيوط كتاب كيس الطبقات الشافعية وحيره إنه أخذ طريقة القوم عن شيخه. إمام النووي شيخ بولها حق طريقة شيخي سواح الأورنجري السيد ياسين ابن يوسف الزركشي شيخ الشيخ طريقه سوى إمام النووي كتبتي سنة الله يغفرنا 40 كمنهاج ككل يا شريعتنا مشايخ بقولها طريقتنا مشايخ بقولها وكان من الطريقة القادرية وحكوا أكتر سنة طريقة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وعجب له رجع طريقة يا صوفية يا الله يوحكي شيء قولنا كان قوتها كتبت إمام النووي كتبت قادرية وضوطان أقول قولنا كان قوتها كتاب ما سو أخرنا يا رياض الصالحين بو أسي أرد ياو 40 بو أخرنا ياو منهاج بو وطاو شرح صحيح مسلم بو وطاو كتبت إمام النووي بو وطاو طريقتنا وحبوك الشيء ياو مركا. وكان ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من الطريقة القادرية. ابن حجر العسقلاني شارح البخاري صالح بوها مشايخ ذوين وطريقة أكثر ستوها سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. وكان الشاذلي وكان السيوطي من الطريقة الشاذلية. إمام كاسنا كل يوم بصاصة على طريقة أهاية. إمام النووي رحمه الله تعالى وحير الصبك الشيخ اللي هذا كتاب في الطبقات الشافعية وحير كان النووي رحمه الله تعالى بارعا في علوم الحديث واللغة والنحو وعلوم الصوفية. ما وصلنا الصوفي كلية ما هي وحوها علوم الصوفية هي أسرار توضا هي أحواش توضا هي مقامات توضا بارع بكوها حتى صار قطب زمانه. كتبتها حوها لغفيرية إمام ترجمينيس رسالة وحلا إلى المقاصد وحكي الشيخ أصول الطرق والتصوف 5 تقوى الله في السر والعلانية اتباع السنة في الأقوال والأفعال الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار الرضا عن الله في القليل والكثير الرجوع إلى الله في السراء والضراء. مقاصد كيسوا وانا كتاب مهم إن شاء الله ونفتى إذا طلبة العلم قبل أنكم بورنا وكان مقالات كأئمة آد بأفر بديهين قراء حتى أساس وكلا إمام الشاطبي كان من الطريقة الشاذلية. إمام كاسي طريقة الشاذلية ذو كم ذها صلاة كستمر كنت كذا فاتحد وحلو آخر جري إمام كلي سيدي أبو الحسن الشاذلي وأنا كنت النبي وأرك عليه الصلاة والسلام وحير يا رسول الله إمام أبو الحسن الشاذلي أو شيخ يا فاتحة وأخر يا مركز الصلاة أنتو كذا أرنتاس مكوك في سنة ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذينا فاتحة مرة تبقى وما أخريه نبي وحير ما أبو الحسن منا أبو الحسن أنه نجمديا دعاء هذا الدعاء سوى دعاء نجا دعاء الولد جزء من الوالد بالنبي عليه الصلاة والسلام. ده شرف ما أولاد النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقول نجمديا مركا إمام كاس وين أصير ساسو كلا صوفيا أدبو أو أمانة يا إن شاء الله وقتها رمادي إن شاء الله وحكوسو ختمة يا إمام السبكي إن شاء الله مقالة دي رحمه الله تعالى كتاب كيسلي هذا معيد النعم ومبيد النقم صوفيا إمام صوغة الشيخ وحجر حياهم الله وبياهم وجمعنا في الجنة
نحن وإياهم إمام سبكوا إلهي الصوفية جنة هنقول مير إلهي هنولي إلهي هنحر يستبير يا marka imaamkaasi aad buu marka suufiyadu uga sheekeeyey raximahullahu tacaala ilaa uu ka yiraahdo walxaasilu gabagabada hadalka haddii lasoo koobo suufiyada xukunkooda annahum ahlullah suufiyada ilaahay ahalkiisii weeye wa khaasatuh ilaahay khaasadiisa weeye aladiina turja araxmatu bidikrihim ayaga magacooda iyo sheegsheegooda naxariista ilaahay baa lagu rajaynaya cinda dikri saalixiin tanzilu raxma salaamanijir ayagoo markii la sheego sida sayid abi sheekh nuur xuseen oo kale iyo mashaaikhdii waaweynaa oo ajilada ahaa oo ka horeeyey iyo mashaaikhdii ka dambeeyey kuwii la zamanka ahaaba markii la sheego naxariista ilaahay baa soo hoobanaysa ويستنزل الغيث بدعائهم فرضي الله عنهم وعنا بهم مبيد النعم ومبيد النقم كتاب كاسا لغاية marka culimada islaamka bacdi kamida yaanu soo qaadnay maqaalaadkooda haddaanu ku dheeraanana hadda waaga bariyay insha Allah ya marka tasawufka iyo suufiyadu saas weeye hadalka dadka mubtadicada waxba kama jiro insha Allah tacaala waad aragtaan dikriga wanaagsan oo ilaahay uu siiyey iyo taariikhda aan lumaynin iyo magacooda iyo maxabada qabuulka ilaahay ardada u dejiyey kulligoodba waa calaamaad ku tusinaya walaayadooda iyo karaamadooda iyo sharafkooda iyo martabadooda ay ilaahay agtiisa ku leeyihiin iyo quluubta dadka ay ku leeyihiin waxaad fiirisaa marka cagsigooda ya shayga markaas cagsigiisa la fiiriya haddaanu fiirino dadka suufiyada dacniya ama wax ka sheega ama saas oo kale ya wax wadwada ma jiraan ama taariikhdooda ka hadla ama ka sheekeeya ma jiraan wax yaqaana qubuurahooda ma jiraan wax dalabo ah ay leeyihiinoo garanaya ma jiraan wax yaqaana malaha waa dad iska ebero qabrigooda eeyaha kale eeyaha ya raggii waaweynaa oo Soomaaliya ka mid ah yaa la ii sheegayay oo nimankan maaragtay dee la ku rooyahay suufiyada iyo dadka ahlu dariiqada iyo ahlullahi caarida ka mid ah hameen kasta qabrigiisa eeyba kusoo hidaagay fi kulli layla qabrigiisa eeyba kusoo hoyanaya meesha saalixiintana qubuurahooda asmaada ilaahay lagu akhrinayo saliga nabiga lagu akhrinayo ilaahay digrigiisa lagu akhrinayo oo quraanka lagu akhrinayo intaasaan kusoo gabagabaynayaa insha Allah intaan waqtiga qaatana la raali noqdo barakallahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh